رياضيا، عاشت مدينة آسا على مدى 3 أيام على إيقاع النسخة الأولى للدوري الوطني لكرة القدم النسوية. التظاهرة المنظمة من طرف الاتحاد النسوي لآسا تأتي تخليدا لذكرى وفاة المسير السابق بالنادي عبد الفتاح الغزواني. المزيد مع علي الكبش ومحمد عطويف. الصرح الرياضي الجديد بآسا كان شاهدا على ذكرى تخليد وفاة الراحل عبد الفتاح الغزواني المسير السابق لعديد الأندية المحلية. رحل الرجل إلى جوار الرحمن خلال شهر الثوبة والغفران مؤخرا، إلا أن ذكراه ظلت راسخة في الأذهان وعصية على النسيان، فحمل الدوري الوطني اسمه عرفانا بعطاءات الراحل في مجال التسيير. من مدينة الحوامض حلت لاعبات أمجاد تارودانت واتحادية عزة إلى جانب الاتحاد الملولي والفريق المستضيف للتظاهرة الاتحاد النسوي لأسزاك من أجل دخول أولى صفحات الدوري والمساهمة في تخليد ذكرى رحيل أحد الوجوه المعطاءة في عوالم التسيير بالأقاليم الجنوبية. الأهداف المتوخاة من هذه الأيام الإشعاعية والتي اتخذنا لها شعار تأهيل كرة القدم النسوية لتحقيق الرهانات المستقبلية هو نشر ثقافة كرة القدم النسوية وتكريس الوعي الرياضي لتخليق الحياة العامة أيضا التعطير الراقي والبناء. وإن شاء الله سنعمل جاهدين على تطوير هذه الممارسة المتميزة حتى تقول كلمتها إن شاء الله على الصعيد الوطني والجهوي إن شاء الله. المباراة النهائية للدوري الذي أثث مشهدها الختامي أهل الدار والأمجاد الروداني عادت للأخير بثلاثية بيضاء، كما عادت البطولة بالحاضرين لاستحضار مناقب الراحل وتضحياته خدمة للرياضة والرياضيين كلاعب مؤسس للرجاء الآسيوي لكرة السلة ثم الوداد المحلي لكرة اليد، قبل أن يتوقف عبر رياضة أم الألعاب كمسير ضمن جمعية بني آسا لألعاب القوى، وبعيد الاتحاد المحلي لكرة القدم بنون النسوة. كنقدموا بحار تعازي لعائله الفقيد عبد الفتاح الغزواني، وكنشكروا هاد الناس اللي على التنظيم ديال الدوري هذا اللي كان في المستوى، وان شاء الله كنقول لهم كنتمنى لهم مسيره موفقه، وكنشكرهم بزاف على هادشي كلشي، وحنا فرحانين بزاف بالفوز على باللقب النسخه الاولى. لنا شرف كبير بان ننظموا هذا الدوري اللي كان باسم الاخ عبد الفتاح الغزواني اللي كان الاخ ديالنا والصديق الودود، لان ما كناش كنعتبروه مسير في المكتب، كنا كنعتبروه صديق والاخ والاب الناصح لهذه الفرقه. فعاليات ووجوه رياضيه من مشارب مختلفه لبت دعوه الحضور للمشاركه في تخليد ذكرى وفاه الرجل الرياضي عبد الفتاح الغزواني خلال اخر مشاهد البطوله التي احتفت بالراحل وكرمت عديد الاسماء المعطاءه للمشهد الكروي الاسيوي والصحراوي خلال الايام الخوالي.